بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما بخير وصحة وسعادة. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع الخراج أو الدمل. وده بيظهر كتير خاصة في الأغنية. تمام، الحلقة اللي قدامنا دي اللي فيها خراج. تمام، طب الخراج بيتقسم أو بينقسم لنوعين. النوع الأول خراج عادي اللي هو بنشوفه كتير بنسبة كبيرة، بنسبة حوالي 90%، بيبقى الخراج العادي اللي هو بينفتح لوحده أو بيبقى فيه مادة تقيلة شوية أو صديد. الحالة ديت بتبقى منتشرة، ودي الحالة الأولى. تمام، وهنتكلم عليها بعدين. والحالة التانية اللي هو الخراج المائي، وده خراج بيبقى كيس عامل زي كيس المية كده، زي ما يكون جايب بالونة صغيرة وفيها مية، فالكيس بيبقى جواه مية زي ما حضراتكم ما شايفين كده. بيبقى طري جدا وفيه مية. العلاج بتاعه ازاي؟ العلاج بتاعه بنجيب سرنجة وبنحاول نسحب المية. تمام، هو يفضل ان الخروف او الحاجة اللي احنا بنشيل منها الخراج المائي تكون واقفة. بس انا لظروف ان انا كنت لوحدي وحد بيصور فكنت رابطه وماسكه انا لوحدي. تمام، بنحاول نسحب كده، بنحط السن طبعا من تحت الخراج خالص، وبنسحب منه المية وبنفضيه. تمام. بنحاول طبعا، انا في بعض الغلطات عندي ان انا كنت بشيل السن. تمام. بنحاول نسحب المية منه او نسيب السن في الخراج. تمام، وبنشيل السرنجة ونحطها تاني ونسحب المية وهكذا لحد ما بنفضيه خالص، وبنحاول نعقم الجرح. بعد كده بنخش على التنظيف. بنغسله كويس، بنغسله وبنحاول نرشه بأي بقى مس أزرق، بتدين، يود، أي صبغة أو أي حاجة مطهرة. زي ما انتم ما شايفين المية اللي خارجة منه اهي. تمام، دي مية طبعا مكان السن هي محمرة شوية، بعض الناس ممكن تطلع عندهم بيضة. تمام، بس ده عشان متأخر شوية. بنشيله بنفضيه خالص، ودي اول مرة. تاني مرة يعني لو جمع تاني بنحاول نفضيه تاني زي ما قلتلكوا. هو كان بشيل السن. تمام، وبحاول افضي واسحب منه تاني، وبنحاول نعقم. طبعا بنخرج الخروف بعيد عن الحظيرة وبعيد عن الحاجة اللي عندي او موجودة عندي، بحيث ان انا لو في اي حاجة ما تبقاش في بكتيريا او حاجة تتنقل للخرفان او الحاجة اللي عندي. تمام، ده الخراج اللي الخراج المائي. الخراج التاني بقى بيبقى خراج بيبقى مليان صديد ومتحجر، وبعد كده بيبتدي يكبر، وبعد كده بيبتدي يطلع له زي روس كده زي الخراج العادي. تمام، ولما بتيجي تمسكه مش بيبقى فيه مية زي ده بيبقى عامل زي البالونة اللي فيها مية. لما بتيجي تمسكه بتلاقي فيه ناشف شوية كده، زي مثلا هنقول حبة مانجا مثلا مستوية أو حاجة. تمام، ده بيفك لوحده، او احنا بنحاول ان احنا ننضفه قبل ما يتفتح لوحده. بننضفه بنفسنا افضل عشان ما ينفتحش وينفتح يعني في الحظيرة وبتاعه ويبوظ الدنيا، وممكن يأذي اي حاجة تانية او يلوث المكان، يبوظ حاجة. بنفتحه. طبعا انا كنت عامل فيديو تاني في القناة، لو دورت عليه هتلاقيه ان شاء الله في فيديو وانا بفتح الخراج. بتفتحه وبتحاول تنضفه. تمام، وممكن مثلا في ناس بتحط فتيل او من غير فتيل مثلا. بتنضفه، بتفتح فتحة كده حوالي سنتي. تمام، وبتبدأ تعصره بايدك وتفضيه كأن زي ده كده، بس بيبقى الفتحة مفتوحة من تحت. وبتحاول تفضيه كويس جدا، وبتجيب مثلا سرنجة. تمام، وتملاها بتدين او صبغة يود، وبتحاول تفرغها جوه الخراج من جوه، تنضف بيها وتفضيه مرة او مرتين او 3 زي ما تحب. وتمام، وبعد كده بت بتطهر من بره وبتسيبه ان شاء الله. بيبقى نتائجه كويسة وما بيعبيش تاني وما بيحصلش فيه اي مشاكل. تمام، لو سبته يعني لو عندك عدد قليل او انت خايف منه او حاجة،
لو سبته ينفتح لوحده او خليت حد ينضفه لك ده برضو مفيش منه مشكلة، بس زي ما بنقول ان احنا ايه ننضفه افضل عشان ما يحصلش مشاكل عندي في ان هو يتفتح ويبوظ الدنيا جوه في لو عندي عدد او حاجة ممكن مثلا يعدي حاجة او كده. هو طبعا ما شفناش منه عدوى، بس برضو ايه الاحتياط واجب. وطبعا بعد ما بننضف الخراج سواء مائي او عادي بنحاول ندي مثلا اكسيد التراسكلين 20% اللي هو الطويل المفعول. بندي جرعة واحدة مثلا 3 سنتي 2 سنتي على حسب وزن الخروف، ممكن لو خروف كبير 5 سنتي. تمام. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة، يا رب ما يكونش تقلت عليكم، وان شاء الله استنونا في الحلقات الجاية، وان شاء الله في محتوى جديد هننزل بيه، وان شاء الله نحاول نلتزم وننزل فيديوهات. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما بخير وسعادة. وما تنساش تدعمنا لو حتى بلايك او اشتراك. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.